ولكن عندما جلست تذكرت البيضة التي أعطاها لها القمر، وعندما كسرتها وجدت دجاجة و12 فرخ صغير من الذهب الخالص. أخذت تلعب ثم استقرت تحت أجنحة الدجاجة الأم، فشكلت أجمل مشهد في العالم. فقامت وقادتهم أمامها حتى رأت العروس المنظر من نافذتها وسرها جدا. سألت إذا كانت ستبيع الفراخ، فقالت ليس بالذهب أو الفضة ولكن باللحم والدم. دعيني أتحدث مرة أخرى هذا المساء مع العريس في غرفته وسأعطيك الدجاجة وفراخها. ثم فكرت الأميرة وخادعتها كما فعلت من قبل ووافقت على سؤلها. وعندما ذهب الأمير إلى غرفته سأل أمين غرفته لماذا سفرت الرياح في الليل، فأخبره أمين الغرفة كل شيء، كيف أعطاه مادة منومة وكيف جاءت الفتاة المسكينة وتحدثت إليه في غرفته وأنها ستأتي مرة أخرى هذه الليلة. ثم حرص الأمير على البقاء صاحيا